السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنعمل شوربه السي فود. بصوا جمالها، واحنا عارفين طبعا فايده السي فود، والشوربه من الشوربات اللي هي اللي محببه للكل. ولو اول مره تشوفوني، انا فايزه عبد الله. هنبدا دلوقتي مع بعض بمكونات الشوربه، مش هطول عليكم. معايا كده الجمبري، هناخد الجمبري واحده واحده كده. هو متنضف، بس انا شايفه في البطن الحبل اللي هو فيه الرمل دون. بتدخلي كده الخله او سكينه رفيعه، ويفضل يكون الخله. بتطلعي الحبل بتاع الرمل بتاعه كده، بتدخليها كده وتروحي سحبه الكيس الرمل بتاعه بالراحه. تسحبيها واحده واحده كده، هون بتعمليها بالشكل ده. وبعدين هشيل الحبل واشيله بعيد، وبعدين نغسل الجمبري. هقطع كده الجمبري، طبعا خصوصا لو هو جمبري كبير بتقطعيه على نصين. لو هو جمبري رفيع خلاص بتخليه زي ما هو، نفس كل واحده سليمه بوحدتها. هقطع كده سمك الفيليه قشر بياض، او اي سمك زي ما انت عايزاه. طبعا بيكون فيليه مخلي، بتقطعيه بالشكل ده قطعه صغيره كيوبس كده بالشكل ده. ونقطع برضو الكاليماري، اي حاجه من السي فود اللي موجودة عندك هتعمليها. معانا قطعة زبدة وزيت، حطيناها كده في الحلة بتاعتنا. حطيت على فكرة، هي الحتة دي مش ظاهرة شوية، أنا حطيت مستكة بتدي ريحة حلوة جدا عشان تسيح في الأول في المادة الدهنية. وبعدين حطيت الجندفلي، وحطيت بصلة مكعبات، وحطيت باقي المكونات. هقلبهم كده، اشوحهم كده في الزبدة والزيت. وبعدين حطيت فصوص حبهان او حبهان باودر، حطيت ورق لورا. وبعدين هحط معلقتين الدقيق بالشكل دون. هقلب معايا معلقتين الدقيق الكبار. بعدين هحط اللبن، لتر لبن تقريبا على الكمية دي، هيغلي مع الدقيق. هحط بقى التوابل، الكمون. شوربة السي فود بتحب الكمون، الملح، الفلفل الاسود او فلفل ابيض. انا حطيت فصين توم على فكرة علشان يتشوحوا في الزبدة والزيت مع السي فود. وبعدين بعد الغليان لما يغلي شوربة السي فود، انا حطيت كوباية او علبة كريمة الطبخ مع اللبن، فبيدي قوام زي ما احنا شايفين كده القوام بتاعه. وبعدين في عندي كابوريا صوابع، فانا قطعتها وحطيتها في الاخر معاهم. وبعدين جبت الخضرة بقى اللي هو الكرفس، او يتحط في الاخر في اخر غلوة كده، بيدي بس ريحة وطعم. شايفين الشكل بتاعها حلو جدا. وخلاص مجرد ان انت حطيتي كريمة الخفق وغليت غلوة، خلاص هي كده. السمك شوربة السي فود ما بتاخدش سوا كتير، ما تسيبهاش تغلي كتير او ما تسيبهاش تشوحيها كتير، عشان يكون من نجاحها والطعم بتاعها كمان ما بتاخدش سوا. وده الشكل الجميل بتاعها. شفتوا الجمال بتاعها؟ هحط بقى كده في مج الشوربة، هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله. وإلى اللقاء في فيديو جديد.